السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المجموعة الثالثة من كأس العالم اللي بتضم كل من الأرجنتين والمكسيك والسعودية وبولندا. مش عارف المجموعة ديت يعني تعتبر سهلة من أسهل المجموعات. أتوقع الأرجنتين بقيادة ميسي وإميرسون والناس دي كلها هتتصدر بالمستريح. السعودية طبعا هتبقى بنسبة كبيرة حصلت المجموعة. أنا بتوقع الصراع التاني المركز التاني هيبقى ما بين بولندا والمكسيك. بولندا طبعا ليفاندوفسكي طبعا بيديها وزن وتقل طبعا. المكسيك فريق جماعي، بيلعبوا كرة حلوة على الأرض. يعني هي المنافسة هتبقى ما بينهم، وبفرق الأهداف طبعا ما هيبقى مع السعودية، هيحطوا قد إيه في السعودية والكلام من ده، ولا هيقدروا يعملوا حاجة مع الأرجنتين ولا لأ. أتوقع الصدارة طبعا هتبقى رسمي من الخبرة برضو فارق اللعيبة والكلام ده للأرجنتين. المركز التاني أتوقعه بنسبة كبيرة أوي المكسيك هتحسمه. إن كانت بولندا هتناوش من بعيد بس ما تقدرش بولندا، يعني إيه، هتجاري هو ليفاندوفسكي اتمسك خلاص. وممكن بولندا كانت عاملة ماتشات زي الزفت في مجموعتها في التصفيات الأوروبية دوري أوروبا. فأنا أتوقع الأرجنتين السعودية، الأرجنتين المكسيك. وكل ده من لنا بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.